الدواء ده مخدرات وبيتباع في الصيدليه على اساس ان هو منوم. المنومات بيبقى فيها حاجه اسمها ميلاتونين، الميلاتونين ده بيساعدك ان انت تنام، او محفز للميلاتونين الطبيعي فيتحفز عندك الميلاتونين فحضرتك تنام. لكن الماده اللي هنا دي بتعمل دماغ حضرتك، دي اسمها ايزوبيكليون. ايزوبيكليون ده يا باشا الماده دي جدول في العالم كله تعتبر مخدرات، مخدرات، حاجه اسمها زي دراجز، يعني ما فيهاش في العالم كله، في العالم كله وفي مصر. يعني المفروض ده دواء جدول في مصر، بس حضرتك لو جبت عيل زبله عنده 3 سنين دخلته الصيدليه قلت له هات لي علبتين نايت كارم هيديهوله عادي جدا. ده مخدرات يا جماعه. طب ايه المشكله يعني؟ ما هو بينايم في الاخر. لا حضرتك ده اول حاجه بيقتل خلايا المخ، تاني حاجه بيضاعف الذاكره، بيخليك مش فاكر اي حاجه، وبيخليك تعمل حاجات ومش هتفتكرها تاني يوم، وبعد فتره الذاكره تقريبا بتروح. الناس الكبيره، معظم الناس الكبيره بياخدوا النايت كالم عشان يعرفوا يناموا، مش فاهمين ان هم بقوا مدمنين. في منهم شيوخ، في منهم اساوسه، في منهم سي اوز، في ناس مش فاهمه ان ده مش منوم، ده مخدرات. هل دي المشكله الوحيده؟ لا، المشاكل اكتر من كده بكتير. العيال الشمامه بتعمل ايه؟ بقوا يجيبوه من الصيدليه، يجيبوا نص حبايه الصبح على كوبايه شاي، يبقى عامل فورمه التيس لغايه اخر اليوم. دي مصيبه سودة. طيب وفي مصيبه اكبر ايه بقى؟ ان تجار الحشيش في العالم دي حاجه معروفه جدا ان هم بيخلطوا الحشيش بايه؟ بحبه ايه؟ حاجات من الصيدليه، حاجه ايه؟ ترخي الاعصاب، حاجه تنيم، حاجه ميلاتونين. فهم لقوا ان النايت كالم بيعمل افكت، فراح عاملين ايه؟ راحوا جايبينه. دي بقى كارثه سودة. ليه؟ لان التي اتش سي اللي هو الحاجه اللي جوه الحشيش مع الماده دي حضرتك بتجيب سكته قلبيه او سكته دماغيه بنسبه قد ايه؟ بنسبه كبيره. حضرتك جرب اي حد بيشرب حشيش واديله حبايه من دي واتفرج عليه وهو نايم في الارض، حضرتك ممكن يموت منك. طيب بيعمل ايه؟ معظم الناس اللي حصل لها الموقف ده قلبهم كان بيدق irregular. يعني ايه؟ يعني المفروض بيدق وبعد كده يقف، بعد كده بعديها بشويه يسمع دقاته. فلو انت اتحطيت في موقف زي ده يا باشا روح على المستشفى على طول. الدواء ده ما ينفعش يتباع للناس عادي، اوكي؟ الماده دي محرمه في العالم كله، الماده دي ما ينفعش اي طفل يجي ياخدها عادي جدا. فلو سمحت اللي شاف الفيديو يبعته للناس، انا هسيب لكم بحث عن الماده وعن البلاد اللي منعاها في كل حته. حضرتك ده لو اتمسكت بالدواء ده في الامارات هتتسجن، اوكي؟ لو مصري هتترحل، ولو اماراتي هتتسجن. فانت مش فاهم، ده كارثه ان هو عادي جدا اي حد يخش الصيدليه يجيبه. فلو سمحت نقول للناس عشان يبعدوا عن الدواء ده. طب هل الشركه اللي عامله الدواء دي غلطانه؟ لا، هم الدواء ده زي الزانكس، يعني حاجه جدول لناس عندهم مرض ارق بجد، عندهم مصيبه مش عارفين يناموا، فبياخدوا ده يوم يومين ثلاثه. حتى مكتوب عليه ان المفروض يبقى ايه؟ بريسكرايبد، يعني ايه؟ لازم يبقى فيه روشته. ده مكتوب عليه، بس عادي صباح الفل انت بتخش الصيدليه 3 علب نايت كارم صباح الفل يودوا في داهيه. اوكي؟ فصباح الفل، يا ريت يا جماعه نبطل نبعد عن القرف والادويه الزباله دي. ليه؟ لانها هتوديكوا في داهيه، مش هتفتكر حاجه، مش هتفتكر عيالك، مش هتفتكر اي حاجه في حياتك. اوكي؟ صباح الفل.